ازيكم يا حبايبي الحلوين؟ عاملين ايه؟ انا وحشتكم ولا لا؟ بس انتوا وحشتوني. فالنهارده قررت اقول لكم على خبر لسه واصلي حالا. انتوا عارفين ايه اللي حصل؟ باليرينا كابوتشينو وجيشها كله فتح مطعم. طب ايه ده بقى؟ انا متضايقة جدا لان انا كنت بفكر في فكرة المشروع دي. طبعا انتوا عارفين افكاري وعارفين ان انا مش هسيبهم في حالهم. لا طبعا محدش يقدر يعادي جيراني الشريرة لان هما عارفين ان انا هفتح المشروع ده. يلا بينا، بنتكلم كتير ليه؟ يلا بينا نشوف. سلسلة مطاعم جيش باليرينا كابوتشينا. هيا بنا نتعرف على الشخصيات التي تشتغل بهذا المطعم. أول حد هو توم سهور كونر، والتاني حد هو جارسون باليرينا كابوتشينا، وتالت حد هو مساعد الطباخ وهو برتقانة القوية اللي عندها عضلات. طب يلا يا أصدقائي عشان أعرفكم على محل. أول محل وهو بتاع برجر وجميل جدا جدا. تاني محل وهو بتاع بيتزا. أما بقى تالت محل فهو بتاع كوفي وعيش. يلا بينا. انا جارسون باليرينا كابوتشينا، تطلب ايه يا شامبانزينو بانانينو؟ أنا عايز أطلب واحد كيك وكوفي. تمام، بس ممكن تروح المحل اللي هناك لان ده محل البيتزا. تمام، آسف على الإزعاج. لا عادي يا فندم، نورتنا وشرفتنا. يلا اتفضل روح على الجزء اللي هناك. أنا مساعد الطباخ. يا لهوي، دي جيراني، دي مش أي حد عادي. أنا خايف جدا يا أصحابي، قولولي أعمل إيه. أنا دلوقتي هرن على الطباخ والجرسون باليرينا كابوتشينا فورا. احنا جينا. اول ما سمعنا التليفون رن عرفنا ان في مصيبة. حرام عليكي يا كروني، ارجوكي ما تأذيناش. انا مش جاي اذيك، وانا جاي اكل من المطعم بتاعكم الجميل. لا يا باليرينا كابوتشينا، دي جاية تأذينا والله. أنا شايف معاها العصا بتاعتها. أيوة، ما أنا عارفة إن هي جاية تأذينا. أرجوكي ما تأذيناش، إحنا غلابة جدا وفاتحين المطعم ده عشان نسعد كل الناس اللي بيحبونا ويجوا يشوفونا على الحقيقة. بس انتوا كنتوا عارفين ان انا عايزة افتح مطعم. انا هوريكم ومش هسيبكم. حرام عليكي يا جراني. خلاص انا ممكن اسيبكم بس على شرط تشغلوني معاكم في المطعم الجميل ده. تمام، موافقين. خلاص يبقى كده صافية لبن حليب يا قشطة. وبكده يا أصدقائي تكون القصة خلصت. باي، أشوفكم على خير.